كثيرين يعتقدون أنك لازم تكون مبرمج عشان تكسب من الذكاء الاصطناعي، بس الحقيقة أغلب الناس اللي يحققون دخل من الذكاء الاصطناعي مو اللي يكتبون كود، بس اللي يعرفون كيف يستخدمونه صح. عشان تكسب من الذكاء الاصطناعي 3 أشياء تكفي: تفهم الموضوع، تسأل السؤال الصح، وتطلع نتيجة قابلة للاستخدام. أول طريقة: إنتاج محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. تقدر تكتب مقالات، تنتج وصف للإنستغرام، نصوص إعلانية، أو حتى سيناريوهات فيديو بمساعدة AI. أغلب البزنس يحتاج محتوى، لكن ما عندهم وقت ولا يعرفون كيف يسووه. ثاني طريقة: إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. بالذكاء الاصطناعي تقدر تاخذ أفكار، تكتب وصف، تنظم البوستات، وحتى تجهز الردود على التعليقات والرسائل الخاصة، بدون تصميم، بدون كود، بس بعرف تستخدم الأدوات صح. ثالث طريقة: إنشاء مواقع وبيع الخدمات. مع ووردبريس و AI تقدر تحضر نصوص صفحات الموقع، شرح الخدمات، وعرض المنتجات. كثير من مصممي المواقع يعرفون يبرمجون، بس ما يعرفون يكتبون. الطريقة الرابعة: إنشاء ملفات رقمية، زي كتيبات تعليمية، قوائم تحقق، قوالب جاهزة، أو حتى حزم برومبت. تعمل الملف مرة وتبيعه مرات عديدة. الطريقة الخامسة: تقديم خدمات كتابة فريلانس، كتابة سيرة ذاتية، إيميل رسمي، مقترح عمل، أو نص تعريف شخصي. كثير مستهدين يدفعون بس لأنهم ما يعرفون يكتبون. الطريقة السادسة: تعليم استخدام الذكاء الاصطناعي. حتى لو مبتدئ تقدر تعلم الناس كيف يستخدمون AI في حياتهم اليومية. الناس ما يدورون على النظرية، يدورون على التطبيق. وأخيراً، الطريقة السابعة: استشارات بالذكاء الاصطناعي. تفحص عمل البزنس، تقترح طرق لتسهيل العمليات، واستخدام AI بشكل صح لتوفير الوقت والفلوس. تذكر، AI يسوي الشغل، بس أنت اللي تخلي النتيجة قابلة للبيع. اللي يفهم السوق ويعرف يقدم النتيجة صح دائما يكون متقدم عن اللي يعرف الأدوات بس.